الراعي الرسمي لهذا البرنامج. مساء الخير، اهلا بكم معانا وحلقه جديده مباشره من مصر واسره يوم الثلاث، اول ثلاث لينا في السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه سعيده كلها صحه وسلامه وعافيه وخير لينا وللعالم كله يا رب، والاهالينا والحبايبنا. يا رب تكون سنه كده مريحه لطيفه خفيفه ان شاء الله، ونبقى معاكم على مدار السنه زي ما احنا متعودين دايما، انا والزميل مجدي درباله. اسمحوا لي في البدايه ارحب بمجدي واقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه يا مريم. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وعندي احساس ان 2023 ان شاء الله تبقى سنه كويسه. يعني انا متفائله، ما اعرفش ايه هتبقى الاسباب مختلفه عن 22 و21 و20 كمان إن شاء الله. ان شاء الله. يعني في مؤشرات ايجابيه باذن الله في قطاعات اقتصاد مصر، زي السياحه، زي التصدير، زي تراجع الاستيراد. ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى نتعشى منها تكون سنه جيده يا رب باذن الله. طيب احنا النهارده موضوعنا برضو موضوع مهم مرتبط بالناس، ومرتبط بالناس، ونتمنى ان هو يسهل الامور كتير عشان تكون السنه ان شاء الله خفيفه كده من بدايتها ان شاء الله من اول شهر. اعتقد ان موضوع الاسعار والاسواق الداخليه من الموضوعات اللي بتهم الراي العام جدا. احنا النهارده هنتكلم باستفاضه على هذا الملف مع احد القيادات السابقه في وزاره التموين، الدكتور راضي عبد المعطي، اللي هو دكتور راضي عبد المعطي، عضو هيئه تدريس كليه الشرطه ورئيس جهاز حمايه المستهلك السابق. هنتحدث معاه على كل ما يخص السوق. يعني يمكن الدكتور وعدنا قبل ما نبتدي انه هيدينا روشته كده، روشته كلنا نقدر نتعامل بيها ان شاء الله خلال الازمه الاقتصاديه دي، وان شاء الله نمر بسلام وامان. لكن اسمحوا لنا زي ما احنا متعودين كمان بيكون دايما معانا تقرير اخباري في اهم الاخبار اللي حدثت في مصر والعالم. خلونا نتابع تقريرنا وبعدين نبتدي جلسه حوارنا، خليكم معانا. معلومات الوزراء: صادرات الغاز تحقق النمو الأعلى عربيا خلال أول 9 أشهر. معلومات الوزراء يطلق إصدارا جديدا من بوصلة السياسات بعنوان السندات الزرقاء. مصر تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى وتؤكد رفض أي إجراءات أحادية بالقدس. أبو الغيط يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى. رئاسة فلسطين: اقتحام بن غفير للأقصى تحد للأمة العربية والمجتمع الدولي. وزير الزراعة: إجمالي الإفراجات عن الأعلاف بلغ 1.7 طن ب 856 مليون دولار. صحة لتحصيل ضرائب على حسابات مستوردي سيارات المصريين بالخارج. النقل: تنفذ مشروعات بتكلفة 1.9 تريليون جنيه في 9 سنوات. مصر تحتل المركز الخامس عالميا في امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة. تحويل ميناء دمياط لمركز عالمي، أبرز مستهدفات قانون تطوير تحيا مصر. القومي للحوكمة ينفذ الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات النسائية في 7 محافظات. مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة للمرة الثانية. قناة السويس تعلن الحصاد عام 2022 وأعلى إيراد سنوي. أبرز الأحداث: جهاز الإحصاء
استيراد البوتاجاز يتراجع إلى 129 ألف طن سبتمبر الماضي. وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات المياه والصرف. القوى العاملة تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل ل5,000 جنيه. وزير الصحة يوجه بإعداد دراسة لإنشاء مركز متكامل للعلاج النفسي وعلاج الإدمان. التضامن زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ل5.2 مليون أسرة.